السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش ديروا تفصلوا خاميه ديال البوطاجي وتخيطوها غير في الدار ديالكم بلا ما تحتاجوا تديوها للخياط، وكذلك الطريقه ديال تركب الخاميه بلا ما تثقبوا الحيط او الزليج او الرخامه، ماشي بحال الطريقه ديال اللاستيك كيجي مدلي ما كيجيش زوين. اول حاجه كنبداو بها هي هاد الثوب هذا ديال الخاميه، كيتباع هكا عند مول اللي كيبيع اثواب بالمتر، كيكون عنده حتى ديال الكوزينات. بالنسبه للزواقات فكاينين بزاف، انا صورت لكم من المحل كما كتشوفوا كاين بزاف ديال اللوينات وبزاف ديال الزواقات. بالنسبه للثمن ديالو 23 درهم للمترو، ما غاليش وكيجي زوين. كنحتاجو هاد السينتا هاد الرولو ديال السينتا كيتباع تقريبا ب7 دراهم. كنجيبوه على اللون ديال الزواقه ديال الثوب باش كيجي باين هكا في الخاميه. وكنحتاجو ايضا هاد السكراتش هذا، فكيتباع عند اللي كيبيع لوازم الخيط والعقيق، كيكون عنده هاد السكراتش هذا فيه جوج ديال الجهات، كاينه الجهه الرطبه والجهه الحرشه. بالنسبه للجهه الرطبه هي اللي كنديروا على الثوب، والجهه الحرشه هي اللي كنلصقوا في الزليج. والثمن ديالو داير ب5 دراهم للمترو. كاين فيه البيض وكاين فيه الكحل، تاخديه على حسب اللون ديال الخاميه. بالنسبه لي انا كنفضل الكحل على البيض، هكا ما كيتوسخش دغيا. اما البيض هكا دغيا كيتوسخ، خصوصا غيكون في حدا البوطاجي. هنا الثوب عندي تقريبا فيه 3 متر، طويته على 2 كما كتشوفوا باش يسهل عليا هكا نفصلو. كنشدوا العبار ديال العلو ديال البوطاجي. بالنسبه لي انا عندي 86 في العلو، انا شديتها هكا بالسنتيم وغادي نطراسيها بشي حاجه باش نبقى عاقله عليها. وبالنسبه للعرض ديال البوطاجي عندي فيه 2 متر و80. منين طويت الثوب على 2 غادي ندير 1 متر و40، غادي نزيد 2 سنتيم من هنا و2 سنتيم من هنا على حسب الخياطه، وغادي نقطع هكا. هاني قطعته. ديال البوطاجي قلنا فيه 2 متر و80، الوسط وقسمتها باش ما تجينيش الخاميه طويله كما كتشوفوا في الفيديو، باش هكا ملي تبغي تهزي شي حاجه ما تمشيش حتى للتالي وتهزي الخاميه، كتجي هكا مقسومه كتسهل عليك تجبدي شي حاجه من البوطاجي من التحت. هنايا قطعت هاد الباندا هادي غادي نحتاجوها حتى هي. هادي قطعت فيها الطول ديال الخاميه، فيها 2 متر و80، والعرض ديالها تقريبا 15 سنتيم. نوضح لكم اكثر، هاد الباندا هي هذه اللي دايره عليها هاد الدائره. اول حاجه كناخذوا هذيك الباندا اللي قطعنا، كنطويوها بحال هاد الشكل هكا، 2 سنتيم كتطوى، وكنخيطوها كنمشيو مع الحريف. كنبقاو هكا حتى كنكملوا للتالي كما كتشوفوا. كناخذوا حتى الثوب ديال الخاميه كندوروا عليه كامل، كنديروا له بحال هاد الطريقه هكا. الجناب ديالو كلهم كنطرقوهم باش ما كيبقاوش يتسلوا. عاد كنديروا فوق منهم ديك السينطه كنزوقوها، كتمشيو مع الحروفه كاملين ديال الخاميه. سنتيم كتدخلوه لداخل وسنتيم هو هذاك كتخدموا عليه. من بعد كنزلوا الجنب ديال الخاميه وكنحطوا عليه ديك الباندا اللي طرقنا الجنب ديالها الاخر، وكنلاقيوهم بجوج على الطول ديال الخاميه، ماشي العلو ديالها. هانتوما غادي تشوفوا. فهاد الجهه هي اللي غنحط عليها السكراتش. ملي كنلاقيهم بجوج عاد غادي نلصق السكراتش من تحت منهم. المهم انا معكم مرحله بمرحله، كتحاولوا تقادوا الثوب عاد كدوزوا تخيطوا باش ما يجيكمش فيه تكامش. من بعد ما لقينا هادو بجوج كنطويو سنتيم وكنحطوا السكراتش، كنخيطوا على الظهر ديالو. الوجه ديالو هو اللي كيبقى من الفوق كما كتشوفوا. فالخدمه ديالها ساهله دغيا، كتصاوبيها كتبقاي هكا حتى كتكملي السكراتش، كتجي مع التالي ديال الحرف. من بعد كنقلبوا هكا الثوب وكنخدموا على الوجه ديالو، كنخليو السكراتش من التحت، كنبقاو هكا هابطين وكنسرحوا في الثوب باش ما يتكمش وما يديرش ديك لي بلي من الفوق. بعد كنقلبوا الثوب وكناخذوا ديك الحرف ديال الباندا اللي لصقنا فيها السكراتش
وكنخدموا عليها ديك السينتا، كنزوقوها من الفوق. كنخدموا السينتا على الحرف ديال الثوب. بالنسبه للسينتا فيها زوج ديال الوجوه، كاين الوجه اللي جاي كيبري، الوجه الاخر شويه طافي. كنخدموها على الوجه اللي كيبري. نمشيو نخدموا على الوسط ديال السينتا، كنمشيو غير في الوسط، غير كنبداو نطويو وكندوزو بالماكينه كنخيطو. المهم هي كتمشي في الوسط، ما كتمشي لا هكا لا هكا، باش كتجي الخدمه زوينه ومتقونه وكتجي الزواقه زوينه. كنستمروا هكا. بالنسبه لهذه ديك الباندا اللي لصقنا عليها السكراتش، هي اللي كنخدمها دابا. اللي كيبغي يطرقها بلا ما كيدير لها هاد السينتا هكا كيزوقها بها، غير هكا كتجي زوينه، كيجي المنظر ديالها زوين في الكوزينه. ومن بعد كنرجعوا للراس ديال الخاميه باش غادي ندوروا عليها كامله. كنجيو للحرف ديالها، هاد الجهه هي الفوقانيه اللي فيها السكراتش، من تما كنبداو وكندوروا معاها كامله نفس الطريقه. من بعد ملي كتوصلوا للدوره ديال الخاميه باش غادي تدوروا هكا وتكملوا السينتا، كديروا لها بحال هاد الطريقه هكا، تمشي معاها حتى للتالي هكا. فكما قلت لكم الطريقه سهله فدغيا كتصوب. الا بانت لكم السينتا كتلوى بحال هكا، خصكم تحطوها على العنق ديالكم باش تسهل عليكم في الخدمه، ما تجيكمش معذبه. صافي هكا انا ساليتها بالخدمه. كنقطع ديك السينتا وكنطوي داك الطريف اللي بقى. ومن بعد هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كملتها. جوج ديال الخاميات اللي صايبت، هذه الثانيه. ومن بعد ما ركبت الخاميه هذا هو الشكل ديالها. كتجي منظمه، ماشي بحال هذيك دلاستيك كتبقى تجي مدليه وكتبقى تكرفس. هذه لا كتجي مهزوزه وكتجي منظمه وزوينه. والطريقه ساهله، كتحيديها هكا وتولي ترجعيها ملي كتبغي تصبنيها. الا بغيتو تعرفوا الطريقه ديال التركاب هكا بهذه الطريقه هذه بلا ما تحتاجوا تثقبوا الحيط او الرخامه، فيديو غنحطو لكم مر هذا. الا عجبكم ما لقيتوه مفيد ما تنساونيش من اللايكات والتعليقات ديالكم الزوينه. واللي اول مره كيلتحق بالقناه يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش هكا يوصلكم ديما الجديد.